والإمام في نهج البلاغة وفي أحاديثه التي هي خارج نهج البلاغة كثيرا تعرض إلى الدنيا ذاما لها غير مادح. يعني الإمام أبدا ما عند كلمة مدح فيها الدنيا، وإنما دائما يذمها. زين، تسألني جنابك تقول لي مو بس الإمام يذمها عليه السلام، لا، وإنما القرآن يذمها. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. النبي ذمها، الأئمة يذموه. طيب هذه لما ذموها يعني قبيحة، إذا قبيحة ليش الله سبحانه وتعالى خلق في سبيل أن يجعلها قاعة اختبار وامتحان للعباد؟ دول العباد من يجون حتى يمتحنون، مو تدري هذا الإنسان إذا ما يمتحن ما يختبر ما ينعرف معدنه شنو. يعني أنت هسه جيب لي واحد وقاعد قبالي، أنا ما أكلمه هو ما يكلمني، لا أجربه لا امتحنه، تجيني بعد سنتين ثلاثة تقول لي ما تقدر تقيم لي هذا الرجل، أقول لك لا ما أقدر أقيمه. ليش؟ لأنه لا امتحنته ولا جربته. فإذا خلق الله الحياة وخلق الإنسان فيها لكي يمتحن. أنا تقول لي دليلك شنو؟ الدليل بسم الله الرحمن الرحيم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبلوكم يعني مو البلوى هاي نعرفها احنا، لا، معناها ليختبركم وليمتحنكم ويشوف منو الأفضل ومنو الأردى.